السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا بعشاق اللباس المغربي التقليدي الأصيلي الهماوي. مرحبا بعشاق وبعاشقات الجلابة المغربية. الفيديو اليوم غادي يكون إن شاء الله على الجلابة المغربية. كنتمنى أولا هذا الفيديو يلقاكم تكونوا في أحسن الأحوال. فيديو اليوم غادي تشوفوا فيه موديلات رائعة ومتنوعة وآخر مدارج على الموضة في الجلابة المغربية، من فصالة، من خياطة، ومن أيضا الأثواب والألوان اللي دارجة على الموضة. غادي نبداوها لكم كيف ما كتشوفوا أمامكم بالجلابة اللي كيتسموا هاد النوعية ديال الجلابة جلابة باتشورك. كيكون فيها جوج الأنواع ديال الأثواب، يعني مختلفين اولا ثلاثه. المهم هو يكون تناسق في الالوان. كيف ما شتيو الاولى بالثوب المبرة وبالثوب في اللون الاخضر، وايضا ثوب اخر في اللون الاسود اللي كانت الاولى، وهذه الثانيه اللي جايه ايضا من جوج انواع الاثواب، واحد في الاسود والاخر اللي كتشوفوه جاي على الكمام كيف ما كتشوفوا بالمجدول وبالكميمات اللي هما محلولين. جلابه رائعه جدا وغزاله وراقيه. جلابه واحده اخرى ايضا جلابه باتشورك اللي كيجيو الكمام ايضا من الثوب مختلف تماما على الثوب اللي استعملنا في الامام وفي الخلف. هذا الثوب مزوق جاء على الكميمات، وفي الامام وفي الخلف الثوب اللي هو من يعني ما مزوقش، ثوب سامبل في الازرق الملكي. جات رائعه جدا. وكما كتشوفوا دائما خص يعني يكون تناسق في الالوان، ماشي يعني بحال هنا مثلا داك الازرق اللي كاين في الامام وفي الخلف كان مثله تماما على الكمام داخل في ديك الثوب اللي دخلنا في الكمام. هنايا غادي نشوفوا من بعد هاد الجلابه، هذه جلابه واحده اخرى اللي هي على شكل فستان الا بغينا نقولوا. كتجيب لي بلي على التحت كيف ما شتيو. هنايا جلابه كيف ما كتشوفوا ايضا الكميمات في موسلين مختلفين تماما على اللون ديال او على الثوب ديال الجلابه اللي استعملنا. وهنايا جلابه من قصه مختلفه تماما اللي هي البنات صار هكا الا كيفضلوا هذه النوعيات ديال الجلابات. فجليليبات هي على شكل فستان اكثر ما هو جلابه في الصراحه، لان الجلابه المغربيه ماشي هكا كتكون، واخا تيدخلوا عليها موديلات وتحسينات، لكن انا بالنسبه لي هذه كتبقى فستان اكثر ما هو جلابه. هاد جليليبات هادو اللي غتشوفوا دابا جليل خفاف بزاف كيصلحوا للصيف كيف ما كتشوفوا. رائعين جدا رائعين جدا. العقيده نصدق كيف ما كتشوفوا شي حاجه خفيفه بزاف. هذه كيف ما كتشوفوا ايضا من النوع اللي شفنا عاد دابا جلابه على شكل فستان اللي كتجي بدوك لي بلي على التحت من الركبه، وكتجي بموسلين اللي كيف ما شتيوه مزوق على الكميمات، يعني كتجي رائعه جدا وخفيفه. وتعمدت انا هاد الجليبات هادو نديرهم لكم في الاول جليبات صيفيين بامتياز لانهما خفاف بزاف. وهذه ايضا نوعيه واحده اخرى من الجلابه دائما اللي كتكون خفيفه على شكل الفستان الا بغيتي نسميوها هكا، بالكميمات كيكونوا بلي بلي، ولي بلي كيكونوا حتى من الركبه لتحت، ويمكن لك تطوليها انت كيف ما بغيتي. يعني لي بلي كيبداو من الركبه وانتينا هابطه حتى يعني اللي بغيتي انتينا، بغيتيها تكون قصيره كتقصريها، بغيتيها طويله كتخليها طويله. هذه جلابه واحده اخرى حتى هي من النوع ديال الجلابات اللي كيكونوا خفاف. هنا هذه النوعيه ديال الجلابات كان يعني كتعتمد السيده على القماش اكثر، لان الخياطه ما فيهاش شي خياطه خفيفه بزاف، لانه كيف ما كتعرفوا الصيف فكتعتمدي على القماش. حاولي يكون قماش اللي يكون فيه لوينات، اللي يكون فيه هذا، وكتاخذي لوين واحد اللي كاين في داك الثوب اللي كيكون ما باينش هو اللي كتخيطي به. نفس الشكل دائما مع جلابات الخفاف هادو. وبالنسبه لجلابات العيد الاضحى ان شاء الله فخليتهم لكم في التالي جليبات ثقال هكا، سواء العيد او المناسبات هكا او العراضات او لا ماشي غير العيد، يعني المناسبات هكا الخفاف، فخليتهم لكم في التالي ديال الفيديو. تعمدت باش نبدا لكم بجليبات اللي هما خفيفين كيف ما هذه اللي قدامكم جات بالتنبات كيكون السطوق وعلى الكميمات شي حاجه خفيفه بزاف، يعني تلبسيها ما تحسيش براسك كاع لابسه فستان في اللون الاسود. ودائما الثواب اللي كيكونوا نازلين، فكيف ما كتشوفوا جات رائعه دائما مع اللون الاسود. موديل واحد اخر. وهنايا كانوا رشيمات هنايا ديال التنبات اللي جاو على الصدر، رشيمه خفيفه وجاو على الجهه ديال الجناب كيف ما كتشوفوا، يعني شي حاجه خفيفه مع الفتحه اللي هي في الوسط. وجلابه خفيفه بزاف، يعني الخياطه رقيقه، الثوب نازل، شي حاجه كتلائم هاد الفصل ديال الصيف، لان خص يكون شي حاجه خفيفه فيه بزاف. وايضا حتى رشيمه كتجي على الكتاف كيف ما تيبان لكم.
كيف ما ديجا قلت لكم في الاول ديال لا فيديو ولا في وسط لا فيديو بان هاد لا فيديو انا تعمدت باش نحط لكم في الاول جلالب اللي هما خفاف كيلائموا فصل الصيف للناس اللي كيعشقوا شي حاجه سميتها جلابه وكيبغيو يلبسوها تقريبا يوميا. فهادوك جليبات كيوالموا يعني الحياه اليوميه ديال اي سيده تلبسها يوميا. وخليت لكم جلالب اللي هما شويه ثقيلين، ومنهم هذه اللي كتشوفوا امامكم شويه ثقيله، وكاين ما ثقل من هادو اللي كيصلحوا في المناسبات وفي الاعياد وفي العراضات. كاينين بالتنبات، كاينين بزواق المعلم، كاين بزاف ديال الموديلات اللي غادي تشوفوهم من بعد اللي هما جلالب تيكونوا ثقال. كاينين بالطرز كيف ما غادي تشوفوا من بعد. بالنسبه لدوك جلالب الوالا اللي وريت لكم دوك جوج الوالا حتى هما يمكن لكم تعتمدهم كجلالب المناسبات والافراح اللي كيكون يعني شي مناسبات خفيفه اللي كنقصد، حتى هما ثقيلين شويش. هذيك الاولى ديال المبرا والاخرى. المهم انا هنايا غنوقف تكملوا لا فيديو مازال بزاف الموديلات اللي غادي اكيد يعجبكم. انا غادي نخليكم مع شويه ديال الثقه ونتلاقاو ان شاء الله في فيديوهات مقبله. دمتم في رعايه الله. تهلاو في راسكم. السلام عليكم. ما يشفع في هذا العبد إلا محمدي.
سيدي وهي سيدي.